هاي يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ انا زينب شحاته. لو اول مره تشوفوني متنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو بنزله. الفيديو بتاع النهارده بقى هو فيديو الطبق الرئيسي في العزومات. الطبق اللي لما نحطه كده يعني في وسط السفره نحس ان احنا يعني السفره اتملت كده، وبقى فيه طبق اساسي وحلو قوي مكون من حاجات كده بصراحه لذيذه. الرز بالخلطة بجد بجد من أشهر أنواع الرز اللي ممكن تكون بتتعمل في أي عزومة أو كمان في الغدا عموما. يلا نشوف الطريقة. أول حاجة معايا 3 معالق كبيرة من السكر، حطيتهم في حلة وحطيتها على النار. أول ما يبدأ كده يكرمل معايا، مش باجي جنبه خالص، أول بس ما يبدأ يكرمل معايا ببدأ أقلبه لحد ما أحس إن هو خلاص كله كرمل معايا وداب. انا هنا معايره الميه، دول معايا 5 كوبايات من الميه، لان انا عامله 3 كوبايات من الرز، وانا الرز بتاعي بيحتاج 1.5 مرة من الميه، رز بسمتي. انتوا شوفوا الرز بتاعكم بيحتاج قد ايه. طبعا لو عاملينه برز مصري يبقى طبعا يعني الطريقه المعتاده بتاعتنا عادي. طيب معايا هنا بقى منكهات ايه؟ معايا حبهان ومعايا قرفة ومعايا ورق لوري وقرنفل، طبعا كل حاجة صحيحة كده يعني حب. وهسيبهم على النار لحد ما يغلوا كده معايا، وهبدأ اطفي عليه. طبعا اول ما احط المية السكر هيبدأ يجمد، بس عادي يعني هو هيبدأ يدوب معايا مع الحرارة ويسيح عادي. معايا هنا معلقتين من السمنة، والسمنة دي هتحسوا ان هي كتير شوية، بس عشان نبدأ نحمص فيها المكسرات. انا معايا لوز وكاجو وعين جمل وفول سوداني. ممكن تستخدموا فول سوداني بس ممكن تستخدموا لوز يعني صنوبر. ممكن المكسرات اللي عندكم والمتاحة عندكم تقدروا تستخدموها عادي. انا الاول حمصتها كده، بتحمص عشان تدي طعم حلو، وكمان المكسرات عشان تتحمص بلون حلو لازم تبقى السمنة بتاعتها كتير شوية. وكمان السمنة دي اللي احنا هنستخدمها كمان للكبد بتاعة الرز، وكمان هنستخدمها للرز. اول ما تبدأ تحمص معايا، مش عاوزين اللون بتاعها يغمق، هي بس تصفر كده، هبدأ اطلعها. وفي نفس السمنة دي انا ضفت الكبدة. لازم السمنة بتاعتي او الزيت او الزبدة عموما لازم تكون سخنة جدا، هي والطاسة اللي انا هعمل فيها، علشان تدي الكبدة بتاعتي صدمة ومتبدأش تنزل المية بتاعتها، تتشوح. بس انا عاوزاها تتشوح وهي مع التقليب والسخونية هتستوي عادي. اول ما اللون هيغير كده هبدأ اضيف التوابل بتاعتها. معايا نص معلقة من الملح والفلفل الاسود والبهارات، وربع معلقة صغيرة من القرفة، وهبدأ اقلبها كده واسيبها على نار عالية. يعني هنفضل سيبينها على نار عالية برضو، كل شوية نديها تقليبة كده علشان تاخد لون تحميرة. يعني انا عاوزاها تتحمر كده وتتشوح، تبقى واخدة لون كده محمر حلو. كده خلاص الكبدة بصوا اخدت اللون بتاعها عامل ازاي، متحمرة ومتشوحة بجد تحفة. كانت الريحة هنا بجد مش قادرة اقول لكم خطيرة. هبدأ برضو اطلعها في طبق جانبي. طبعا اتأكدوا ان هي يعني خلاص كملت التسوية بتاعتها تمام، هي هتكون استوت. معايا بقى هنا في الحلة اللي انا هعمل فيها الرز بتاعي ده، السمنة اللي احنا عملنا فيها الكبدة خلاص اخدناها كده وصفيناها، لان هي دي اللي هنعمل منها الرز عشان ياخد الطعم كده. ومعايا بصلاية وسط انا بشراها، ممكن تخرطوها برضو يعني تقطعوها قطع صغيرة كده برضو عادي. وهبدأ اقلبها وخليها تتكرمل كده شوية يعني تاخد لون. انا بقى بحب هنا اضيف التوابل بتاعه يعني الرز، علشان بحس ان هي يعني لما تتشوح كده تبرز الطعم اكتر. معايا برضو ملح وفلفل اسود وبهارات وقرفة. معايا معلقة صغيرة من كل حاجة،
بس القرفة معايا بس نص معلقة صغيرة. وهبدأ اقلبهم برضو. الريحة برضو مش قادرة اقول لكم بصراحة. اول ما تاخد لون كده البصل معايا هبدأ بقى انزل الرز بتاعي. انا الرز بتاعي 3 كوبايات، ده رز بسمتي. اول ما انزله هقلب بقى مع البصلة شوية كده عشان يبقى الفلفل معايا، يعني ما نستعجلش ونضيف المية، لا عاوزين نقلبه كده شوية لحد ما احس ان هو بقى جاف كده معايا وتحمص. واول ما يبقى كده هو كده خلاص، يبقى ده السر ان نخلي الرز مفلفل، سواء رز بسمتي او اي رز احنا بنعمله. لازم يعني اديله تقليبة كده شوية على النار حوالي 5 دقايق كده لحد ما المية اللي فيه تنشف خالص. اول بقى ما خلاص احس ان هو اتحمص معايا وبقى جاهز، هضيف المحلول بتاع الرز اللي احنا عاملينه، اللي هو بتاع السكر المكرمل ده، هو ده بتاع الرز بالخلطة، بيخليه تحفة. طبعا لازم الخليط بتاعي ده يكون بيغلي وساخن، والرز كمان ساخن. اديله تقليبه كده واسيبه على النار لحد ما يغلي والميه تنشف منه كده شويه. اديله تقليبه بقى واغطي عليه، واول ما احس ان الميه خلاص نشفت خلاص منه واتشربت ببدا اوطي عليه خالص، اهدي النار عليه واسيبه يستوي. هياخد معايا بالظبط 20 دقيقه. الرز البسمتي مش بنسيبه يكمل التسويه بتاعته على النار، لا بنطفيه وهو بياخد من الحراره بتاعه الحله اللي هو فيها وبيبدا يستوي اكتر. بص الرز مفلفل معايا، هبدأ بقى اشيل البهارات اللي هي الحب اللي هي الكبيرة دي، ببدأ اشيلها. مهم جدا ان احنا نكون حافظين حاطين كام حباية وكام قرنفلية عشان نبدأ نشيلهم ونعدهم وما يحصلش مشكلة يعني. ببدأ اغرفه بقى. بصوا انا عاوزة اقول لكم بجد الريحة كانت خطيرة والرز مفلفل وحلو قوي. لفي بقى حواليه كده الكبدة والمكسرات واستمتعي بأحلى شكل وأحلى طبق، بجد هيشرفك حقيقي تحفة. هنا انا حبيت اعمل شكل تاني كده، انا جبت مكسرات وده القالب بتاع الكيك. ممكن كمان تعملوه في القالب بتاع الانجليش كيك، يعني بيكون حلو قوي. ضفت اول حاجة المكسرات، وبعدين ضفت الكبدة برضو بتاعتي وزعتها كده، وبعدين جبت الرز وبدأت اضيفه. الرز لازم كده اضغط عليه عشان يعني يمسك مع بعضه، ما يبقاش مفرفت لما انا ابدأ اقلبه والشكل يبوظ معايا، يعني لازم اضغطهم في بعض. وهقلبها تتقلب بسهولة عادي على طبق التقديم. بجد تحفة يعني، بصراحة الشكل لوحده خطير. لازم تجربوها، ولو عجبتكم الوصفة تنسوش اللايك والاشتراك. باي باي.